واحد من اكثر اللاعبين الماهرين في التاريخ، واحد اللاعب اللي خلى العالم كامل يهضر عليه، الأسطورة مصطفى، واحد النجم اللي ربح الكرة الذهبية الإفريقية. اليوم غادي نهضروا على الأسطورة المغربية مصطفى حجي. زاد في 1971 في فرنسا، ولكن الأصل ديالو مغربي من مدينة وجدة. كبر وسط عائلة كتعشق الكرة، من صغرو بان فيه حب كبير للكرة، كان كيتفرج بزاف وكيبدا يجرب المراوغات ديال اللاعبين كبار، وبدات الموهبة ديالو كتكبر مع الوقت. واحد من أهم القرارات اللي خدها في حياته، كان عنده الاختيار يلعب مع المنتخب الفرنسي ولا المنتخب المغربي، ولكن مصطفى حجي اختار المغرب. وهذا القرار ما كان سهل، ولكن عطى رسالة كبيرة للهوية ديالو. أهم من أي حاجة بدا الاحتراف ديالو مع نانسي الفرنسي، تما فين تعلم الاحتراف وتعلم فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي ينفعوه في المسيره ديالو، وتعلم كيفاش يتعامل مع الضغط اللي كيكون في الماتشات. ومن بعد مشى لسبورتينغ لشبونه، وهنا بدا كيبان في المستوى الاوروبي وبدات المنافسه ديال بصح. ولكن حجي بين ليهم باللي عنده موهبه مغربيه، ولكن المرحله الذهبيه ديالو كانت مع ديفورتيفو الاسبانيه. هنا ولا لاعب اساسي، وهنا العالم كامل بدا كيشوف المهارات ديالو. مصطفى حجي كان لاعب مختلف تماما على اللاعبين، حيت كانت عنده لمسات سحريه كاع القنوات في ديك الوقت كيهضروا عليه. مراوغات سريعه، تحكم خيالي في الكره، تمريرات ذكيه، ماشي غير لاعب عادي، نقدروا نقولوا بحال لامين جمال في هذا الوقت. مع البارس كان صانع العاب حقيقي ديال بصح، وكان كيصنع الفرق في الماتشات الكبيره، وكيلعب اغلب الماتشات اساسي. اهم لحظه في الكارير ديالو كاس العالم مع المنتخب المغربي 1998 ضد النرويج. هنا فين ماركا واحد الهدف عالمي ديال بصح بمقاسيه خياليه. داك الهدف بقى من احسن الاهداف في التاريخ ديال المنتخب المغربي. وفي نفس السنه ربح جائزه افضل لاعب في افريقيا في 1998، وهذا كيبين انه كان من بين افضل اللاعبين في افريقيا، وكان كيتنافس مع كبار نجوم في ديك الوقت، وفرض راسو مع فرق كبار في اوروبا ومع المنتخب المغربي. مصطفى حجي لعب مع المنتخب المغربي كاس العالم 1994 وكاس العالم 1998، وقدم اداء كبير في هذه الماتشات. عده المباريات الدوليه ديالو حوالي 60 مباراه، وسجل اكثر من 12 هدف في كاع الماتشات ديالو، ولعب حتى في الدوري الانجليزي مع استون فيلا ودار معاهم واحد الموسم خيالي ديال بصح. وحتى هنا بقى نفس اللاعب المهاري اللي كيصنع الفرجه. مصطفى حجي ماشي غير لاعب، كان مصدر الالهام لبزاف ديال اللاعبين المغاربه، وكان ديما كيخلي الجمهور يعيش المتعه ديال كره القدم. وبعد ما اعتزل بقى قريب للكره، وخدم حتى مع المدرب هيرفي رونالد. مصطفى حجي اسطوره مغربيه ديال بصح، ماشي غير لاعب ولكن فنان ديال بصح في الشارع. ودابا غنكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم الى عجبكم الفيديو، وخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. واش هو اكثر لاعب مغربي عنده مهارات داز في المنتخب المغربي؟ ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، ونشوفكم في فيديو